انتوا بتقلبوا في ريلز الانستجرام او تيك توك او يوتيوب شورتس او اي شورتس عامه طلعت لكم الرقصه دي. الرقصه دي حرفيا طلعت لكم بعدين مره كمان ومره كمان وطلعت اكتر من مره، بس لما طلعت لي الرقصه دي انا ركزت على شخصيه مترو مان اللي هو اللي بيرقص يعني، فشد انتباهي ان هو من فيلم ميجا مايند اللي شفته وانا صغير اكتر من مره، شفته كتير جدا جدا حرفيا. فقلت ايه اللي يحصل لو قررت ارجع اتفرج على الفيلم ده تاني دلوقتي، لانه بصراحه جالي فضول اتفرج على الفيلم تاني. ولما اتفرجت على الفيلم تاني اكتشفت اني عمري ما فهمت الفيلم ده قبل كده وانا صغير، رغم اني شفته كتير جدا. العبره اللي انتوا هتشوفوها حرفيا هتكون جميله جدا 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 وهتستمتعوا جدا بالفيديو ده، فاشترك في القناه ساعدنا نوصل 10000 مشترك واعمل لايك، ويلا بينا ندخل في القصه بتاعت الفيلم والعبره بتاعته كمان. طبعا ده مش مجرد ملخص للفيلم، لان احنا شفنا الفيلم ده اكيد اكتر من مره. يعني الفيديو ده انا مجرد احكي احداث الفيلم وهنركز على العبر اللي هو عايز يوريها لنا واحنا ما خدناش بالنا منها. حرفيا الفيلم بيبتدي بميجا مايند ومترو مان وهما يعني كانوا في كوكب، فمترو مان حرفيا طلع مع ميجا مايند في نفس الكوكب يعني، وكانوا رايحين لكوكب الارض، وفي الاخر مترو مان يعني راح كوكب الارض وميجا مايند برضه راح كوكب الارض. ميجا مايند كان هيروح لعيله غنيه بس اللي راح لها هو مترو مان مش ميجا مايند، وميجا مايند حرفيا فضل في السجن بيقعد يعمل اختراعات ومحدش كان مهتم بالاختراعات بتاعته لانه كان كل شويه يبوظ الدنيا. وده على العكس مترو مان اللي كانت كل الناس بتحبه، كان هو البطل ودايما هو اللي بيصلح الاختراعات بتاعت ميجا مايند وهو اللي بيحل المشاكل، لحد ما ميجا مايند ادرك فكره: طالما انا كيكه منبوذ ومحدش بيحبني والحاجه الوحيده اللي انا شاطر فيها هي ان انا اقعد اعمل مشاكل، ليه ما بقاش انا الشرير؟ ليه ما كنتش انا شرير القصه؟ وهنا عرفنا ازاي الشرير بتاع ميجا مايند اتولد. ميجا مايند من ساعتها فضل هو الشرير، فضل يديك شويه يقعد يعمل خراب زي توم وجيري كده. ميجا مايند يعمل خراب يجي مترو مان هو يصلحه، ميجا مايند يعمل خراب يدخل السجن يطلع من السجن مترو مان يصلحه. بيفكرنا ده باتمان والجوكر لو خدتوا بالكم، حرفيا هو نفس علاقتهم بالظبط ونفس الفكره بالظبط. بس المميز في الفيلم ده حرفيا وهو القصه الاعمق. مترو مان بعدين خد لقب مترو مان وبقى هو حامي المدينه وبقى هو اللي بينقذها من الشر وبقى واحده من اشهر الشخصيات اللي في المدينه وكل الناس بتحبه، وبقى حرفيا مفروض عليه ان هو دايما يبقى البطل. فطبعا هو كان بيتكرم والدنيا كانت تمام، اكيد كل حاجه مش هتكمل، فجه ميجا مايند يعمل خطته الشريره والجو ده. فمترو مان حرفيا في اللحظه اللي هو كان المفروض ميجا مايند هيقتله، مترو مان فكر في فكره، والفكره دي هي اللي احنا هنركز عليها الفيديو كله حرفيا. في الاول نكمل الاحداث بعدين هنرجع للفكره دي من الاول. مترو مان في الاول وفي الاخر بيزيف موته، وميجا مايند بيفتكر ان هو قتل مترو مان، فميجا مايند بيفضل يحس بالفراغ، حياته ملهاش اي لازمه، لدرجه انه بيفكر حرفيا ان هو يخلق بطل جديد ويبقى ميجا مايند وهو الشرير وهكذا. لكن الموضوع ما مشيش زي ما ميجا مايند عايز، ومن غير سبب ميجا مايند بقى هو البطل والشرير كان هو التايتن، الشرير اللي ميجا مايند كان عايزه يبقى هو البطل يعني. الشخصيه بتاعت تايتن دي حرفيا هو النير، مش عايز اتعمق في قصته لان قصته حزينه وفي نفس الوقت غبيه. فهو الفيلم عرض لنا القصه بتاعت تايتن دي بشكل غريب، انا حتى مش فاكر اسمه وانا عارف اسم الشرير بتاعه، انا حتى مش فاكر اسمه اصلا يعني. فخلينا نسيبنا من تايتن. المهم ميجا مايند عرف يخلص عليه في الاخر يعني وخليه يرجع انسان عادي ودخل السجن وميجا مايند بقى فرحان. لخصت لكم القصه في اقل من دقيقتين. تعال بقى نركز على العبر اللي احنا محتاجينها كلها، وهي مترو مان لما زيف موته. في اللحظه اللي مترو مان خلاص كان المفروض ميجا مايند هيخلص عليه، طبعا مترو مان كان عارف بكل سهوله ان هو ينجو، فعل خاصيه السرعه الخارقه ووقف الزمن حرفيا وقعد يشوف قد ايه اللي هو بيعمله ده ليه لازمه، بس في الاول وفي الاخر المجتمع هو اللي فرض عليه ان هو يبقى بطل، فهي حياته ممله حرفيا، زهق من الحياه دي صراحه. هي مش عارف يعني هل هي حياه حلوه ولا ممله. المهم ايه المهم هو كل شويه اصلا يقعد ينظف ورا ميجا مايند، ميجا مايند يعمل مشكله هو يقعد يحل المشكله وبس كده حرفيا. كل شويه طول الفيلم هو كده، ميجا مايند يخش السجن يطلع من السجن. كان عندنا باتمان ما زهقش خالص يعني، كل شويه ينظف ورا الجوكر برضه نفس الفكره، بس هو ما عملش كده برضه من فراغ. ليه؟ لانه هو في نفس الوقت كان عايز يعلم ميجا مايند درس عمره، وهو ان انت فيك الخير حرفيا. يعني عارف انت لما يجي حد كده يقول لك انت فيك الخير يا ابني، والله هو ده حرفيا هو اللي قاله، كان عايز يعلمه ان انت فيك الخير بالمعنى الحرفي حرفيا. فلما هو زي في موته قرر ان هو يعيش الحياه اللي هو كان اصلا من الاول عايز يعيشها ويبقى انسان عادي جدا. طبعا في اول فيلم كنت قلت لكم ان هو اتولد مع عائله غنيه، فهو اصلا كان غني يعتبر يعني، وعايش كميوزك مان مش مترو مان، شخص عادي جدا بيعمل اغاني وكده، الحاجه اللي هو بيحبها حرفيا يعني. تايتن قرر ان هو يبقى هو الشرير مش هو البطل، لدرجه انه فكر يتحالف مع ميجا مايند، بس لما عرف ان ميجا مايند هو اللي كان مدبر كل ده عشان يعصبه فقرر انه هو ومن غير اي مبالغه يبقى هو الشرير ويحاول يقتل ميجا مايند. بس ميجا مايند عارف بالطريقه طبعا زي ما لسه قايل ان هو يرجعه انسان عادي وهو يروح السجن، لحد ما انتهت الفكره ان ميجا مايند يبقى هو البطل.
وهو ده حرفيا اللي عمله مترو مان. قال لك يا عم وانا كل شويه ابقى انا البطل انا البطل، ما كده كده ميجا مايند ذكي جدا وهو فيه الخير، فخلاص يا جدعان هو نخليه هو البطل، وانا ماليش اي دعوه، انا اعيش الحياه اللي انا بحبها، ماليش اي دعوه باي حد حرفيا يعني. ندخل في العبره بجد، يعني كل اللي انا قلت ده عبره حرفيا، يعني كل اللي انا قلت ده حرفيا كان هو العبره يعني. بس العبره بشكل اعمق واعمق واعمق بقى، يعني انت اعمق اكتر واكتر 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 اللي انت تستغربوا فيها. وهو ليه هو عمل كده من الاصل؟ والله الاجابه بسيطه جدا، المجتمع فرض على مترو مان ان هو يبقى هو البطل من اول ما هو نزل كوكب الارض، وهو المفروض عليه دايما يصلح ورا ميجا مايند حرفيا. فهو زي هو كل شويه هو يعمل الحاجه اللي الناس عايزاها مش الحاجه اللي هو عايزها. فهو عشان عاش طول الوقت حرفيا على كوكب الارض كل شويه يعمل الحاجه اللي الناس عايزاها مش الحاجه اللي هو عايزها، وهو حرفيا زهق. فقال لك لا يا عم انا هعمل الحاجه اللي انا عايزها وماليش اي دعوه باي حاجه. هو ده اللي انا عايزه حرفيا كعبره الفيلم كله، انك حرفيا احيانا لو الناس فرضت عليك ان انت تنجح في حاجه معينه والحاجه دي انت اصلا مش عايز تنجح فيها، فللاسف او احسن حل ساعتها وانك تتخلى بالغصب عن الحاجه اللي الناس حباك فيها. انت لازم تعمل في الاول وفي الاخر الحاجه اللي انت بتحبها، لان انت لما تعمل الحاجه اللي انت بتحبها احسن 100 مره ما الناس تفرض عليك ان انت تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها. يعني الناس فرضت عليك ان انت تبقى بطل خارق، بس انت يا عم مش عايز تبقى بطل خارق يا عم، انا عايز ابقى انسان عادي. فاختار ان انت تبقى انسان عادي طالما دي الحاجه اللي انت بتحبها، مش لازم دايما تعمل الحاجه اللي الناس فرضتها عليك. القصه دي جميله جدا 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 لدرجه ان فعلا انا استمتعت لما اتفرجت على الفيلم ده تاني، طبعا لان الفيلم ده كان جميل جدا ومن اكتر الافلام اللي انا حبيت اتفرج عليها. فقولوا لي في التعليقات ايه الفيديوهات اللي عايزين نتكلم عنها الفتره اللي جايه، واشتركوا في القناه. بس اوعى الحاجه اللي انت بتحبها دي تكون حاجه غلط عشان ما تبقاش زي والتر وايت وتاجر في المس.